السلام عليكم حبوباتي، نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. نتوما كتشاهدوا هذا الفيديو بصحه جيده واحوال طيبه ان شاء الله. في هذا الفيديو هذا ولا روتين ديال اليوم غادي نديرو لا روتين الليلي للعنايه بالبشره. شي حوايج كنديرهم يوميا وشي حوايج كنديرهم تقريبا 2 مرات حتى 3 في الاسبوع. كملوا الفيديو حتى الاخر باش تستافدوا وتشوفوا الخطوات كاملين. وبالنسبه اللي كيشوف القناه ديالي لاول مره ما ينساش الاشتراك على القناه وفعل الجرس باش يبقى يوصلوا كل جديد. اما تنسايش لايك الفيديو كومنتير زوين بحالك ومرحبا بك عندي في القناه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اول حاجه غنبداو بها لا روتين ديالنا وهي العنايه بالبشره. اول حاجه قبل ما نبداو في اول خطوه ديال العنايه بالبشره غادي نجمعوا شعرنا بهذا البوني هذا بيان سور كيف العاده. وغادي نبداو على بركه الله في اول خطوه في هذا لا روتين وفي اول خطوه للعنايه بالبشره اللي هي المقشر. وغادي نديرو مقشر طبيعي اللي غنحتاجو فيه معلقه ديال سنيده او السكر الخشن، وغادي نحتاجو فيها معلقه ديال القهوه الخشنه ماشي سريعه الذوبان، وغادي نحتاجو فيها 3 ديال الكبسولات ديال اوميغا 3 ولا الفيتامين او اللي متوفر عندكم. انا عندي الاوميغا 3، حتى الا كان عندكم فيتامين او تقدروا تستعملوه، والا ما كانش عندكم كاع لا فيتامين او لا اوميغا 3 تقدروا ديروا اي زيت متوفر عندكم، زيت الزيتون، زيت الورد، زيت الكوك، زيت اللوز، اي زيت متوفر عندك تقدري تستعمليه. ومن بعد البلاد زدت عليها واحد بضع قطرات او رشات من زيت الورد. زيت الورد راه غني عن التعريف في التبييض والتفتيح والترطيب كذلك. غادي نزيدو قطرات ديال زيت الورد وغادي نخلطوا المكونات كاملين مع بعضياتهم. ومن بعد غادي نبقى نقوم به البشره ديالي مزيان، نبقى نقوم بلطف البنات، ندير حركات دائريه لكن بلطف البنات. عارفين مع السكر الخشن والقهوه كذلك خشنه، انا راه غير كنزرب الفيديو لكن في الاصل راني كندير غير بشويه. البنات تقوميو غير بشويه حتى تقوميو الوجيه ديالكم كامل. ركزوا على المنطقه ديال الانف والمنطقه ديال الجبهه البنات، قوميوها مزيان. هذا المقشر هذا كيعطي واحد اللمعان وواحد الرطوبيه للوجه خطيره البنات كيف ما كتشوفوا، ولو ديروه من اول استعمال راه كيرطب وكذلك كيفتح حتى البشره مع القهوه ومع هذاك زيت الورد راه كيفتحوا لينا البشره. من بعد البنات كيف ما كتشوفوا غسلت وجهي من هذاك المقشر ونشفت وجهي البنات غير بكلينكس. حاولوا ما امكن تكون عندكم ديما كلينكس بقاو تمسحوا به او تنشفوا به الوجه ديالكم، عكس الفوطه راه كتجمع البكتيريا. من بعد البنات ملي نشفت وجهي غتجي المرحله الثانيه في هذا الروتين هذا اللي هي الماسك. بيان سور تحت شعار كل ما هو طبيعي، بيان سور حتى الماسك غنديروه طبيعي اللي غنحتاجو فيه صفار ديال البيض، غنزيدو عليه معلقه ديال القهوه سريعه الذوبان، ماشي القهوه الخشنه اللي درنا في الاول، القهوه سريعه الذوبان، وغنزيدو عليها معلقه ديال النشا. وغادي نخلطوا المكونات كاملين مع بعضياتهم حتى نحصلوا على هذا القوام هذا. حاولوا ما امكن البنات القوام يكون ثقيل، ما تخليوش جاري. علاش ثقيل؟ باش يتحيد معاكم مزيان وينشف معاكم دغيا ويحيد لكم كاع هذوك الخلايا الميته اللي عندكم في البشره ديالكم بحال دايره معاه الجيلاتين. ومن بعد البنات كيف ما قلت لكم ملي كتخلطوه مزيان وكتحصلوا على هذاك القوام كتخليوه شويه ثقيل كنطبقوه على البشره ديالنا. كيف ما كتشوفوا راه ديجا نيطويناها وقشرناها بالكوماج وغسلناها ونظفناها او مسحناها عفوا نشفناها بكلينكس. من بعد نطبقوا هذا الماسك هذا اللي ديجا درنا على البشره ديالنا كامله، البشره ديال الوجه كامله. غنديروا واحد الطبقه سميكه البنات، نحاولوا ما امكن نديروا طبقه سميكه باش نجيو نحيدوه يتحيد معنا. وغادي نديروا المنطقه ديال العنق حتى هي كذلك، ماشي نديروا غير الوجه ونخليو العنق. ديما البنات اي حاجه درتوها لوجهكم ديروها حتى العنق ديالكم، سواء ماسكات او مرطب او واقي الشمس. ما تنساوش البنات العنق ديالكم. صافي البنات درت الماسك وغادا نخليه حتى ينشف معايا في وجهي. هنا جيت البنات شاط ليا المقشر، غادا نبقى نقوم به يدياتي بيان سور ما غاديش يضيع. شاط ليا المقشر وكذلك الماسك حتى هو. صافي قوميت يدياتي مزيان مزيان البنات، مزيان من الفوق من التحت، الدريوعات حتى هما
نقوم يدياتي مزيان. من بعد البنات غادي ناخذ هذاك الماسك اللي شاط ليا من وجهي، غادي نزيد فيه تقريبا واحد المعلقه ديال الخميره، معلقه ديال الخميره، وغادي نزيد عليها بعض قطرات ديال الحامض او الليمون، وغنزيد عليها كذلك بعض قطرات ديال الماء الورد، وغنميكسي كل شيء مع بعضياته وما نخلطو مزيان حتى تذوب لينا هذيك الخميره وتفاعل لينا مع باقي المكونات. بهذه الطريقه هذه كيف ما كتشوفوا دابت لينا الخميره وتفاعلت لينا مع باقي المكونات، كنحصلوا على هذا القوام وعلى هذا الماسك الكريمي هذا، وكنطبقوه على يدياتنا. من بعد ما قوميناهم مزيان بهذاك المقشر. بالنسبه للمقشر هو نفسه اللي درت لوجهي في الاول، قوميت يدياتي مزيان لمده 5 دقائق حتى ل 10 دقائق حتى نحسوا بيدياتي تقوموا ليا مزيان. من بعد كنغسلوهم وكنطبق لهم هذا الماسك هذا من جميع الجوانب البنات، وكنخليوه حتى كينشف. من بعد ما كينشف معنا البنات كنزولوه بهذه الطريقه كيف ما كتشوفوا على شكل التبريمه، راه كيزول لينا جميع الخلايا الميته وكيعطي واحد التبييض خطير. من بعد البنات كذلك الماسك اللي في وجهي حتى هو نشف من بعد ما غسلت يدياتي، غادي نجي نحيد حتى هذاك الماسك اللي درت لوجهي بهذه الطريقه هذه البنات. كيف ما قلت لكم راه كيحيد جميع الشوائب اللي عندكم في البشره وكيعطي واحد ترطيب خطير، بحكم ان فيه البيض فيه البروتينات، كيعطي المهم كيساعد البشره بزاف. ومن بعد ملي كنغسل وجهي من هذاك الماسك هذاك كتجي المرحله ديال المساج والمرحله ديال سد المسام. بالنسبه لواحد البنت كانت كتبات ليا في واحد الكومونتير من الاحسن ما تبقاش ديري الثلج ولا ما ديريش مباشره على وجهك. اول حاجه فعلا عندك الحق، انا ما كنديروش الثلج، ما خصوش يدار مباشره على الوجه، انا كنخليه تقريبا كنجبدو كنخليه واحد بضع ثواني وعاد ديك الساعه كنطبقو على البشره ديالي. ثاني حاجه هذا ماشي ثلج بوحدو، ديجا قلت لكم في بزاف ديال الروتينات السابقه انا هذا الروز مطحون كنزيد مع شويه ديال الماء ورد كنشكلو هكا على شكل دوائر وكنخليه في الفريغو حتى كيجمد معايا على هذا الشكل، وكنبقى ندير به مساج بهذه الطريقه. منها كيسد ليا المسام، منها الروز راه خطير وغني نتعرف في التبييض، كندير به هكا. منها حيت ضروري من مورا الماسك ومن مورا المقشر المسام كيكونوا مفتوحين، ضروري خاصنا نسدوهم سواء بالثلج ولا بالماء البارد. ومن بعد البنات كنخلي هذاك الروز في البشره ديالي، ومن بعد كنجي كندير هاد القطينات هذا او الكوطون ديسك اللي ديجا موجده وديجا حتى هو شاركته معكم، اللي فيه الخيار محكوك، القرعه الخضراء محكوكه، وكنزيد عليهم شويه ديال ماء الورد وكنخليهم في الثلاجه. فيما كندير شي ماسك هكا كل ليله تقريبا كنديرهم هكا تحت العيون ديالي، كيحيدوا الهالات السوداء وكيحيدوا كذلك الانتفاخ. هنا البنات كتشوف فيا كناكل، اختي صايبات واحد البرجر جابتو ليا درت ليه فيه قليب الحب وداكشي، تعشيت هذا هو العشاء ديالي، خديت غير برجر هكا صايباتو لينا اختي. المهم جا زويون اوتوماتيكمون انا كنعتني بالبشره ديالي وكناكل كنتعشى وما كنضيعش الوقت. المهم كنضرب عصفورين بحجر واحد، خليت هذاك الماسك ديالي ماشي ماسك هذاك الارز خليته حتى تشربوا لي البشره ديالي مزيان، كذلك خليت هذوك ديال الهالات السوداء كيحيدوا حتى الانتفاخ زويونين. من بعد ما ساليت الماكله غسلت وجهي ونشفت بيان سور بالمناديل الورقيه فقط. ديجا قلت لكم البنات ننصحكم حاولوا ما امكن ديما تبقاوش مسحوا وجهكم غير بكلينكس، حيدوا الفطره كتجمع لي بكتيريا بالاخص الا كانت ما معقماش. صافي البنات من بعد ما نشفت وجهي هنا غادي تجي المرحله ديال الادغاطاسيون، غادي نرطب البشره ديالي مزيان باي كريم ادغاطون عندكم او سيروم او فيتامين سي فيتامين او. المهم البنات البشره ترطب لينا مزيان. ومن بعد البنات ملي رطبنا البشره ديالنا مزيان غادي ناخذوا هاد بوماده ديال سيكاتريس اللي سميتها ماديكاسول، وغنديرها عندي هنايا هاد السيكاتريسات ديال واحد الحبيبات ديال الشهر كيخليو ليا هكا السيكاتريس. ضروري ندير ليهم هاد البوماده هادي كل ليله، كنحطها غير على الحبات او على البلاصه اللي عندي فيها السيكاتريس. كذلك كندير حتى لهاد البلاصه اللي عندي هاد الحرقه هادي اللي ديجا راه قلتها لكم، كنحط فيها حتى هي هاد البوماده ديال السيكاتريس
السيكاتريس اللي كنديرها كل ليله، واي بلاصه كنشوف هكا عندي فيها السيكاتريس كنحط ليها هاد البوماده هادي. من بعد البنات غتجي هاد المرحله ديال هاد الوصفه هادي اللي كتكتف لينا الرموش وكتكتف لينا كذلك الشفيرات اللي كنديرها حتى هي كل ليله قبل ما ننعس. هاد الوصفه هذه غادي نحتاجو فيها تقريبا واحد المعلقه ديال الخزامه، غنزيدو فيها تقريبا القليل ديال القرنفل، غنزيدو فيها واحد 2 فصوص ديال الثوم مقطعين بالقشر ديالهم، وغادي ناخذوا القشره ديال الحامض، ماشي الحامض كامل او ماشي الماء ديال الحامض، قشور الحامض فقط. غنحكو واحد الكميه تقريبا جهد معلقه صغيره هكاك وغنضيفوها على المكونات، وغادي نزيدو عليه زيت الزيتون، واحد الكميه ديال زيت الزيتون، وغادي نخلطوا المكونات كاملين مع بعضياتهم. غادي نديرهم في واحد البواطه كيف ما شفتوا بحال اللي دايره انا، اي بواطه المهم تكون كتسد باش تقدروا تحتفظوا بها وتبقاو تستعملوها كل ليله. غتخليوها البنات لمده ديال 5 ايام عاد غادي تولي صالحه للاستعمال، ماشي من النهار الاول غادي تستعملوها. خليوها 5 ايام 7 ايام قد ما خليتوها قد ما مزيان، وما تصفيوش هذاك الزيت، خليوها بالعشوب ديالها معاكم. فيما يبدا يخوي معاكم الزيت زيدوا زيت اخر، وكديروا كيف ما قلت لكم في هذوك العبوه وكتخلوها 5 ايام 6 ايام قد ما خليتوها قد ما هذوك العشوب كيطلقوا لينا في هذاك الزيت مزيان، وكتولي الفعاليه ديالو كتر صافي. وكتجيبوا هذا البانسو، هذا اما هذاك البانسو ديال اللي كيكون اللي كيفيكسي الحجبان، ولا خذوا غير شي ماسكار هكا خوات معاكم، غسلوها مزيان وحيدوا منها كاع هذوك الماسكارا ولا اي حاجه، وبقاو تستعملوها هكا لشفيراتكم. تقدروا حتى هذيك العبوه ديال الماسكارا كامله تخويو فيها هذاك الخليط وتحتفظوا به وتبقاو تجبدوا بحال شكل الماسكارا وتخدموا عويناتكم كل ليله بهذه الطريقه هذه. فركوا مزيان الحجبان العوينات الشفيرات من الفوق ومن التحت، خدموهم مزيان. بالنسبه للبنات كنصحكم واحد النصيحه، ملي وصلنا للشفيرات حاولوا ما امكن البنات تبعدوا على الشفار، ما تبقاوش تركبوا الشفار، بالاخص هادوك ديال شفره البنات راه كيخرجوا على الشفار وكيطيحوا الشفيرات. انا كانوا ما شاء الله شفراني قويين وطوالين حتى زغبني الله وبقيت كنلصق في هذوك الشفران، بالاخص ديال شفره حتى طيحوا ليا شفاري كاملين. وهاد الوصفه هذه بالضبط هي اللي عتقاتني وبدات كترجع ليا شفيراتي، غنبقى مداومه عليها يوميا حتى يرجعوا شفيراتي كيف كانوا. المهم البنات من بعد غادي ندوزو للشعر، والروتين حتى هو اللي كندير كل ليله. الشعر ديالي كنفرقو كيف ما كتشوفوا بهذه الطريقه هذه، وكنمشطو مزيان البنات. ضروري البنات مشطوا شعركم، ما تخليوش شعركم مخبل، راه هذاك التخبال هو اللي كيطيح الشعر. كتخلي شعرك مخبل كل نهار، ملي كتجي تمشطيه كطيحيه كامل. المهم البنات كيف ما قلت لكم مشط شعري مزيان. كناخذ هنا البنات فازلين العاديه، كناخذ منها واحد شويه كنديرو هكا في يدي، كندهن في يدي مزيان، وكنديرو غير في الاطراف ديال الشعر. بالنسبه للبنات الشعر ديالهم ناشف وعندهم هذوك التقصفات في الاطراف ديال الشعر، كديري هكا فازلين كل ليله كيرطب البنات الشعر وكيعطي واحد اللمعان في الشعر خطير. من بعد البنات كتضفري شعيراتك بحال هكا. الشعر الضفيره عفوا كتخلي الشعر زويون، وكذلك كطول الشعر البنات. الضفيره كطول الشعر هكا، ديري غير ضفيره خفيفه ما تكونش مزيره بزاف، كتعطي واحد المنظر زويون وميم طون كتحافظ على الشعر، وكذلك كطول الشعر وكتقوي الشعر. صافي البنات ضفرت الجهه الاولى، كذلك الجهه الثانيه بنفس الطريقه حتى كنضفر شعري كامل وكنخليه. وكتجي هذه المرحله العشق، الادمان، الحب، الحياه، الشفاء. هذه البنات كتاخذوا الماء قرعه صغيره ولا قرعه كبيره ولا البوديز عفوا ديال 5 يطرو، المهم الماء كتاخذوه وكتقراو عليه الرقيه الشرعيه. شنو كتقراو في هذا الماء؟ كتقراو سوره الفاتحه 7 مرات. قيدوا معايا البنات، سوره الفاتحه 7 مرات، وكتقراو آية الكرسي 3 مرات، وكتقراو المعوذتين 3 سورة الناس 3، الإخلاص 3، الفلق 3.
ومن بعد البنات كتجي الدعاء، كتقولوا بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم 3 المرات. اعوذ بكلمات الله التامه من كل شيطان وهامه ومن كل عين لامه 3 المرات. قل اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق 3 المرات. وكتقراوهم كيف ما قلت لكم على هذا الماء، كتنفتوا 3 المرات في داك الماء، وكتشربوا 3 جغمات متتاليه، ومن بعد كتشربوا الكميه اللي قديتوا عليها ديال الماء كل ليله البنات، في الصباح في العشيه في المساء. راه زوين اصلا الماء، خاصكم تشربوا الماء يوميا. الماء راه شي حاجه زوينه للذات، زوين للصحه للشعر للبشره، عنده فوائد على الذات كامله، ومن بينها انك يعطيك واحد الاشراقه للبشره ديالك، وكيحفز ليك ماده الكولاجين في الجسم ديالك اللي كتخلي لك وجهك كيبان مشرق. كانت هذه اخر خطوه في هاد لاغوتين، وصلنا للنفا ديال لا فيديو. كنتمنى يعجبكم، كنتمنى تجربوا ولو وصفه من هادشي اللي عطيتكم. ما تنساوش البنات تابوناو الا كنتو مازال، واكتيفيتيو لا كلوش باش يبقى يوصلكم كل جديد. ما تنساوش لايك الفيديو، كومونتير زوين بحالكم.